يا لطيف، معقولة في آباء هكذا؟ والله قد قالت البنت انها موافقة، قلت لها على بركة الله، لكن عباقي شروطي انا. ليش؟ الله يخطبك انت والكل. السلام عليكم حبايبي، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف ألف خير. طبعا بداية الفيديو سامع كل مرة افعلوا لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك وشاركوا رابط الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا في قناة المبدع أصيل الغفري، بحط لكم رابطها في الوصف وفي التعليق الثابت. بسم الله مع الفيديو. والآباء زوجوا أبنائكم. مالكم قاعدين؟ ولا شيء يا بابا، بلا كلام الشيخ حالي قوي. حالي لا ملاح، ما هياكم يقلع من قبالي، انا داري ما بتدور. ها خلي الشيخ يزوجكم. كم من قبالي قلعوا عينك والشيخ هذا، استغفر الله العظيم، ما بيدور لهذا الشيخ. بطلناك بس سرقت التلفزيون من تحت راسي. أنا داري ليش طردني من عنده حين الموضوع في الزواج، لكن والله ما سالت إلا ما يزوجني. بس المشكلة كيف أفاتح بالموضوع؟ إذا سمع الشيخ في التلفزيون بيقول زوجوا أبنائكم، كلب علي القلب هذه كلها. عاد لو أجي أحكي أنا بالموضوع، أمان الله ينفيني من البلاد. لكن ضروري ما أقوي قلبي وأفاتح بالموضوع، واللي يحصل يحصل، بس أي حين أحاكي وأي حين الفرصة المناسبة. أيوة، ما معي أحاكي إلا قبل أذان المغرب، منها يجي هو في خشوع يدعي قبل الأذان ويمكن يلين الله قلبه، ومنها لو عيفعل شيء عيتذكر إنه رمضان، ما عيجيش يقرح صومه في آخر ساعة، وعيد أعمم على بركة الله. يا رب احفظ لي أبي وطول لي بعمره. يا رب زوجني، يا رب اشتي اتزوج، يا رب اشتي اتزوج. بس يا ولدي، بس معك ادوشتني بالدعوة حقك هذه، معك دعوة غيرها ماشي قالوا عينك حتخلينا نصوم وندعي. استغفر الله العظيم. يا بابا ايش تعرف ليش بتذبح لما تعرف تسمع كلمة زواجه؟ يا ابني وانت قلدك الله كم رمضان وانت جالس تدعي لي هذه الدعوة، يعني ما مش دعوة غيرها، يعني مسج هكذا ترفع يدك وتقول يا رب أسألك أن ترزقني هكذا بزلط لا تعد ولا تحصى، عميد أسبر أموري وأزوج نفسي أنا بنفسي بدل ما يجزأ حسبي. انا ايش تعرف يا بابا، اي حين قد دحستك ولا ذكرت لك موضوع الزواج؟ ما دحستنيش وما سطى أبوك تدحسني ولا تفتح لي هذا الموضوع وانت جالس هكذا سرسري. بس أنا ملاحظ هذه اليومتين انت تلميحاتك كثرت، قصدك مش انا مركز معاك. طيب يا با وين العيب لو قلت لك زوجني واذا انت باين؟ انا داري ان انا ابوك، لكن تيجي تفتح لي موضوع الزواج حرام لقتل ابوك. ليش يا سعم؟ عادي بيقول لي ليش يا سعم؟ يا ابني الزواج اللي بتحاكى عليها هذه الزواج يشتي لها مسؤوليه ويشتي لها رجال. ليش باش انا رجال يا با؟ عادك لحتى الان رجال الا ربع، طالما انت عادك بتجي عند ابوك تقول لي تزوجني، وانت المفروض في هذا العمر يجي قد جمعت نفسك وجمعت مستقبلك وتجي تقول يا باها هذه الزلط حق زواجتي وهذه حقة عابك زوجني. إنه يا با عادك شي حقة عابك. اكيد ايوه، انا ابوك يعني الكل في الكل، والواجع اللي ما اصبر ادرسك لابه. يا با ما قدرت ازوج نفسي، عادك شي حقة عابك. كذاب تقول بنفسك، يعني انك راكن على ابوك. على ما قلت لك والله ما انت رجال، كما قد انت رجال وجمعت زلطك جيت لها عندي، اما انا زوجت نفسي بنفسي، فلهذا سر جمع نفسك واشتهت ورجع لها عندي. الحين يا بنت بتعايني حين قد زوجت نفسك؟ يابا هذا كان زمان وعاد الامور سابره، كنتوا تزوجوا ب20,000، اما احنا كذاب تبصر كيف الوضع وكيف قد الامور مقلفده. كذاب تقول انت بنفسك الامور مقلفده، يعني يا ولدي بطل لك من مجبر الزواج وصير بصير ما تقلفد في حياتك. طيب يا لو قلت لك اني شدي فلوس الزواج من عندي وشدي من هانا ومن حق العمل، عجي معي نخطب البنت هذه في نفسي. ما دام وصلت من جيبك خلاص ولا يهمك، انسير معك. لكن يا ولدي دحين خلينا نكمل رمضان باقي يومين، نخطبها لك في العيد. يلا منعنا يلا قبل ما اقوم افعل لك دعوه اطايرك بها 10. يلا خلاص لا عاد تدعش علي يا با، يلا خاطرك يا با. فارح اللهم يا رب العالمين، خارجي من هذا الوقت يا تزوجي ولا تشليه. خلاص انا قد قنعت ابي وقال سابر، قال عندي ثاني العيد نطلبش من ابوك. أخيرا كيف لو ما استرت تقنع أبوك؟ قصة طويلة، كان في الأول رافض إنه يزوجني، بس لما عرف إن الفلوس من عندي وافق، قال لكن عند الشرط. قلت إيش هو الشرط؟ قال ندي حقة عابه، قلت يا باين حقة عاب،
هيا بسرتي على اب معي قال اشتي حقت عابه. يا لطيف، معقولة في آباء هكذا؟ والله ما أنا مصدقة. بعدين إيش الأتعاب الذي متحاكى عليها؟ قال ليش حق ما يجي معي لعند ابوك. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا مع أن المفروض يسندك ويوقف معك بهذه الخطوة، مش يحاول يستغلك. لكن الآن خلاص لا تهمش الفلوس، أنا بساعدك بالمهر مثل ما قلت لك، بس أهم حاجة أبوك يوفي بالوعد تقوله عند أبي. لا هذا الموضوع اعتبره منتهي، ابي وانا داري كيف افعل به. الحين انت روحي وخلي بقيه الامور علي. تمام، أنا لازم شارع أصلا قد تأخرت على البيت. الله أكبر الله أكبر الله. يابا محل هدايا. ايوه له محل هدايا. اشتري يا بنت هديه وجنبها دبدوب وحركه. تشتري لها دبدوب هديه؟ يا ولدي بطلق من هذه الحركات، امك وهي امك. صرت لو ما خطبتها اديت لها درزنه كنت تقول لي اختار ما يجيش يرجع والله. يابا هي هديه، هي انا مش من زلطات. من زلطيها. من زلطات؟ ايوه من زلطيها. سلام. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سنة ولد نفر هدية حاليا سعمان. ايش من هدية؟ دب وهديه وحركات كذا يعني. في هذا هدية اللي عندك شوفها. هذه هدية. طيب هذا موجود اللي معنا. على كيلو ولا فعل باص لاخذ. يا ولدي بدك من الهدية وفر يابا هدية. هي هديه. اديها لابوك وعي يشتري لك هدية حاليا ادي لك. هذا اللي معنا نوعيات. وهذا دبدوب. يلا في كيس. كيس قلت له ما قلت له يا ولدي ما يعطيك. لا هذا لا تدخلش، هذا خليه موجود. يلا حاسبه. يا مرحبا يا مسها. حياك حيا الله من جاء. الله يحييك. حياكم الله. الله يحييك. تفضلوا. هذه هدية البنت. زارتنا البركة. البركة فيك يا أخي. وجودكم. طبعا أنت إنه عيد واختصارا للوقت واختصارا لكل شيء، كل واحد مع عمل. إحنا جينا اليوم طالبين راغبين يد بنتكم لبنان أصلي. والنعم فيك أنت وولدك، وإن شاء الله ما يقع الله كل خير. لكن قبل كل حاجة عندي شروط. تفضل يا أخي، ما هي شروطك؟ شروطي ما دام قد قالت البنت إنها موافقة قلت لها على بركة الله، لكن عباقي شروطي أنا. ليش؟ الله يخطبك أنت والكل. مالك يا باقة كل شيء سابر لا تخرب شيء. الله اسمع، أنا خرب علي سامني اسمعني يا أخي وسيدي. شروطك على العين والرأس، ما هي شروطك قد قلنا لك أول. شروطي هنا أشياء بسيطة، وما دام إحنا في زمن قالوا فيها الرجال، أنا أشتي أزوج بنتي الرجال يخاف الله يصونها ويقدرها ويحفظها ويحطها في عيونه، هذا أول شرط. بب الله المستعان. معك ابني أصيل بحق وحقيقة، إنسان رجال وكفو ما بشحد ساعة. طبعا هذا هو كلام الناس عني، مش هو كلامي أنا. الله يحفظك يا ابا تربيتك. علينا وعليك. والنعم بأصيل. طبعا البنت قد كلمتني بهذا الموضوع، إنه رجال ومخلق بالناس، وأكبر دليل إنه جاء من الباب. باب ولا شعوب جدتي، طالما وقد البنت حاجت عليك، ليش عاد هذا الشروط وساعة الصدق؟ يا ابا مشي كلام الرجال وايش ما قال قلت هم. صابر، أهم شيء على ما اتفقنا تديت عادي. ولا يهمك انت غير بيض وجهي ما عليك. اعرف بيض وجهك حتى تدي مرنج على راسك. المهم يا سيدي الرجال، ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني إنهم يسكنوا هنا عندي في البيت والبنت، لأني قد فضيت لهم شقة. ماما عاد الشقة عليك؟ أيوة، أصلا هي بنتي الوحيدة، واشياء تجلس جنبي وتكون قدام عيني. أما بالنسبة للشرط الثالث يا طويل العمر، معي سيارة ثانية أشديها لا يكون يتواصل بها، والشيء يتقاسم معاها الراتب الشهري اللي هو $5000، ورجاء يا ابني إنك تقبل الموضوع من دون أي إحراج. بعد فيها إحراج؟ يعني شقة وسيارة $5000، ليش ما تحاكى كذا من أول؟ ما اقول لك يا ابا هذا توفيق من الله. توفيق بالله أخو علي. لكن قول لي ضحكت على البنت والله ما سارت لك. ايش يا ابا ما فعلت؟ ما فعلت، ها بعد أن تفهم مش وقتك. يا أخونا في الله يا طيب، يعني $5000 وسيارة وشقة، ليش هذا بكله؟ هذا عاد قليل بحق ابنك أصيل، وأصلا إحنا ما نشتري إلا رجال. من قال لك إن الولد هذا رجال؟ من قال لك؟ أخي من الآخر ما دام قد وثقت فيني وأنا إنسان أخاف الله والشيء بلي ذمتي أمامه، الولد هذا اللي أمامك مش هو رجال. ما بتقول يا ابا؟ بس ولا نقص. تخيل الولد هذا أيضا مش ولدي، أنا تبنيته وربيته، خسرت اللي فوقي واللي تحتي، عميد ربي أحسن تربية، وفي الآخر ما هو طلع إنه بيتاجر في الممنوعات، بيتعاطى الحشيش. إيش بتقول يا أبو أصيل؟ أنت متأكد من كلامك؟ جعلني قاعد أمرس هذا، لا نكذب عليك. يا ابا ايش بتقول خاف الله؟ خليه يدرى بحقيقتك بدل ما كان مخدوع فيك. المهم يا غالي أزيدك من الشعر بيت، الولد هذا عميل لأمريكا ول17 منظمة أجنبية. لا صدق يا عم. يعني وتكذب أبوك بعد العمر هذا بكله؟ يعني فوق مداني لا هنا تحت تهديد السلاح
عاد وزيد يكذبني هذا عاصي قصدي عاق والدي. لا 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 لا، مش معقول كل هذا يطلع من أصيل، وفوق هذا كله يهدد أبوه بالسلاح. خرج من بيتي، خرج من بيتي، خرجت نفسك ولا تجلس فيه ولا دقيقة واحدة. حسبي الله ونعم الوكيل. في 60 داهية. هيا بسرت كيف كنت مخدوع في هذا الولد. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، كان الشي يلعب على البنت وداخل في الموضوع هذا عشان مصلحة. برد لك من برد لك ذا الحين. أنا أول ما أخرج من عندك طيابة نفسك أمانة لحبس أبوه. المهم أنت قلت لي تشيل لبنتك يعني رجال يصونها ويسترها ويطرحها وسط عيونه. أيوة، لكن أين هذا الشخص؟ هو ذا قبالك. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني أنا قصدي الرجال هذا الرجال بتدور لبنتك إنسان كفو وشهم. هو ذا يعني أنا قبالك. لا تسرش عينك بعيد، اعرف أحطها لك داخل عيوني. ها، وطلع الفيلم هذا كله عشان تخطف البنت من يد ابنك. فعلا مثل ما قالت بنتي انك انسان طمع وجشع وما تتمناش الخير لابنك، وانا ما صدقت، لكن الان تاكدت بنفسي. لكن مثل ما فلت ابنك انا الان اعتبره مثل ابني وعيتزوج بنتي وغصبا عنك. يا اخي اسمعني لا تفهمنيش غلط. ايش اسمعك؟ ايش تقول؟ توقف قبال نصيب ابنك. خرج من بيتي. يا اخرج من بيتي وانقلع. يلا من هنا يا عم. اخرج ونقول لك انسان ما يستحي على نفسه. ايش من ابا؟ ايش ناهي بندخلك اخرج. استغفر الله العظيم، بعض الاباء لا حول ولا قوة الا بالله.